السمكة نعمل بس كده مرتين، ناخد اللي بعدها. بعد ما غسلنا السمك هنيجي بقى كده، دي مرحلة التجفيف، او احنا ازاي هنخليه ما يبقاش فيه ميه. نحط كده مناديل هنا كده. طبعا احنا في الصيف الجو حر جدا، فايه وهنجيب بصوا اوريكم كده، هنخليه يبقى الفسيخ كده راسه لتحت. هوريكم دلوقتي، بس احنا ايه نعمل كل السمك كده بمناديل المطبخ، وهنحطه تحت مروحة لحد لما ينشف. مش هنسيبه كتير عشان زي ما قلت لكم الجو حر جدا. بس بتجيبي حاجة زي حاجة يعني ارتفاعها عالي كده، ونبدأ نحط في الأرضية بواقي المناديل ونعمل كده. انا بس ايه خليتهولكم قبل كده كذا فيديو، بس انا قلت اوريهولكم في الصيف. انا مش جايبه كميه كبيره، انا جايبه 3 سمكات بس. هنسيبهم كده بالشكل ده ونحطهم تحت المروحه لمده 6 ساعات علشان يبقوا مفهومش ميه خالص. ادي الفسيخ بعد ما سيبناه نشف نوضح. نبدأ بقى نطلع المناديل دي. طبعا ده بعد 6 ساعات اتأكدنا خلاص. بصوا ناشف ازاي، علشان هو ما بقاش فيه ميه. اهم حاجه في الفسيخ هي الميه، يعني لو اتجفف كويس السمك عمره ما هيبوظ معاكي ابدا. نشيل بس الكلام ده. وبعدين ده ملح، بصوا ده شكل الملح اللي هو ايوه هنا كده. بصوا الملح ده اللي بيبقى عباره عن قطعه كده. انتي ممكن تعملي بملح عادي، وانا في كل الفيديوهات اللي فاتت بتاعه تخليل الفسيخ عملتها لكم بالملح العادي، مش هتفرق ولا ده ولا ده. احط بقى هنا شويه ملح كده عليهم، احط عليهم معلقه من الشطه كده. ممكن تستكفي بالملح بس. هنبدأ نحط هنا كده الخياشيم اهو. نحط في البق بتاع السمكة كده. المفروض تحاولوا تدخلوا يعني هنا كده، شايفين حتة كده صغيرة تحطي فيها شوية ملح بس كده. ادي دي كده اول سمكية، اللي بعدها نفس الكلام. قرري بقى في الكمية اللي عندك. طول ما السمك مفهوش ميه، يعني انت متاكده ان هو مفهوش ولا نقطه ميه، انت جففتيه كويس، عمرك ما تقلقي ابدا، لان ان شاء الله الفسيخ بتاعك هيطلع حلو جدا. الاكياس بتاعتك تكون نظيفه، ما تكوني لسه شارياها، يعني ما تكونش مكان بواقي اكل او حاجه او كده، او مكان عيش او الكلام ده. كل ده بيخلي الفسيخ يعمل عفونه. انا كده خلصت ال3 سمكات دول. يلا بينا بقى نشوف طريقة التغليف. هي برضو زي كل مرة. بتجيبي علبة نظيفة، بنجيب شايفين الأكياس اهي، بناخد شنطة كده، بنفتح الشنطة هنا كده اهو، وناخد شوية من الخلطة دي ونحطها. عارفة انتوا شايفين ولا لأ؟ كده في الأرضية شوية كده، شوية ملح بشطة، وتنزلي بالفسيخ واحدة عكس واحدة كده. الناحية التانية الراس عند الديل والديل عند الراس اهي.
الطريقه دي على فكره بتفرق جدا اهو. وبعدين هناخد برضو ملح تاني ونرش كده على السمكه رشه خفيفه كده اهي. شايفين انا اصلا في كل فيديو بتاع فسيخ بقول لكم انا يعني الفسيخ ده بالنسبه لي طول السنه، يعني انا مش بعمله في موسم معين اهو. وبرضو نحط كده بقيه الملح ده طبعا. بقى هنقفل الشنطه كده ونحط بقى اكياس كتير ونغمق بقى، يعني تحطي بقى اكياس من بره طبعا. اهم حاجه ان تكون الاكياس الداخليه دي شفافه كده، او تكون اللي هي الشنط الفاتحه اصفر ابيض كده، لكن مينفعش تحطي حاجات غامقه لانها طبعا تبقى مسممه. صيف 15 يوم ممكن تسيبيه 10 ايام 12 يوم. خلصي الوصفه وبتقفلي كل الاكياس بتاعتك وتتاكدي ان انتي طلعتي الهواء من الاكياس وقفلتيه كويس جدا وغلفتيه بطريقه محكمه. كل 3 ايام بتقلبي الكيس، يعني مره تبقى كده ومره العكس كده. ليه؟ لان هو اول ما بيبدا في التخليل من اول يوم بيبدا ينزل ميه، الملح ده بينزل ميه، فالميه اللي تحت مش بتساوي الجزء اللي فوق، فانت لما بتقلبيه العكس بيبقى اللي تحت اخد من الميه اللي نزلت في ارضيه الشنطه او في ارضيه الكيس بتاعك. بعد ما بتقفلي بقى عليه وتقفلي الغطا بتاع العلبه بتشيليه في مكان ما يكونش فيه ميه. وانتظروني بقى لما ان شاء الله نفتح عليه بعد 15 يوم. اكتبي على التلاجة عشان ما تنسيش. يلا بينا بقى نفتح على الفسيخ. بصوا بسم الله. انا بس ايه هجيب حد يساعدني في الفتحه عشان اعرف اصور لكم كويس. كده بقى ايه نبدا نفتح الاكياس دي. بسم الله. طبعا هنا وصلنا للايه للجريمه. نبدا بقى ودول كده كانوا 3 سمكات اللي كانوا معانا في الفيديو. اللي عندك طبعا كذا طريقه عشان تحتفظي بباقي السمك. انا بعمل ايه؟ انا هاكله طبعا الفتره اللي احنا فيها دي، يعني خلال مثلا يومين 3 هبقى اكلت ال3 سمكات دول. طلعت سمكه دلوقتي اتبقالي اللي هما سمكتين، انا بحطهم في علبه كده طالما كميه صغيره وبحطها على رف التلاجة. ده عادي، بس بسيب السمكية مقفولة زي ما هي، ما بفتحهاش خالص وما بحطش عليها زيت ولا اي حاجة. دي طريقة. في طريقة تانية ممكن تخلي السمكية وتحطيها ببطرمان، والبطرمان يبقى مليان زيت على الاخر، ودي تحتفظي بيها برضو في التلاجة. ده لو هتاكليه فترة قريبة يعني. لكن لو انتي عاملة كمية فسيخ كبيرة، كمية سمك كبيرة، ومش هينفع تستخدميها كلها مرة واحدة، فبتحطي كل سمكية في كيسة وبتدخليها الفريزر. في الفيديو اللي فات تبقى هنا ايه احنا هنقطع واحدة كده عشان هتؤكل الآن بصراحة. فايه هننضفها كده، احنا مش بننضفه يعني، احنا بنسيبه زي ما هو، بناكل اللحم اللي جواه بالمعلقة. زي ما انتم شايفين احنا هنحط دلوقتي في الطبق. بصوا بقى ايه احنا كده هنبدأ بقى ايه انزل بس شوية. طبعا ايه بقى ده، يعني كل واحد بياكل الفسيخ بالطريقة اللي بيحبها. انا حطيت هنا شوية شطة، وبعدين بعمل بقى ايه، انا طبعا يعني ايه مش هعرف انا اللي بصور، فبصوا انا عايزة بس ايه اوريكم انا باكل الفسيخ ازاي. بصوا خليكم معايا ثواني. بصوا بقى ايه هنبدأ ناخد كده بالمعلقة. طلعي كده بالمعلقة، دي احلى طريقة، ولا بقى تبهدلي الدنيا ولا تملي الدنيا اللي هو القشور دي. بصوا تطلعوا كده طعمه يا جماعة حكاية. ده بقى الفسيخ بتاع الصيف خطير. تحطوا بقى الليمون، نعصر ليمون طبعا الناس العاشقين الليمون اللي زيي. بصوا بقى كده ايه، بصوا
انا كده ايه بقى هجرب معاكم. طبعا المفروض كان يعني ودي بصراحة ان يكون في بصل اخضر، ولكن البصل الاخضر لا يوجد. بصوا بقى هندوق كده. فظيع فظيع، خطير 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 خطير. شايفين؟ هو ده الكلام. الناس بقى اللي خايفة تخلل الفسيخ في الصيف، لا، جمدي قلبك وطعمه يجنن. بكده طبعا تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه اعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.